كيفكن؟ تقبل الله طاعاتكن. اللي عم يصير بسوريا هلأ كان متوقع، كلياتنا كنا متوقعين رح تصير مشاكل والمجرمين رح يستمروا بإجرامهم، ما عم يتقبلوا أبدا إنه هن صاروا برا بعد ما كانوا ماسكين السلطة اللي أكلت عقلهم، أكلت عقولهم وضمائرهم. لازم يستمروا بالمشاكل. عم تسعوا ورا التقسيم، عم تسعوا ورا الطائفية. أنا كنت ضد التقسيم، بس هلأ صرت بتمناه، لأنه ما فينا كمسلمين نعيش مع ناس حاقدين لهالدرجة. قلوبهم سودا لهالدرجة. أعطيناكم فرص كتير وانتم ما بتحبوا الفرص، لأنه المجرمين بطبعهم متجبرين ومتكبرين. هيك ربيوا وهيك تعلموا. أحقادكن هي ما رح تنفعكن. والتقسيم صدقوني لمصلحتنا نحن كمسلمين، تقسيم لمصلحتنا، لأنه ساعتها رح نرتاح من شوفتكم ومن خلقتكم ومن إجرامكم. رح نرتاح من أذاكم، رح نرتاح من كل شي سيء عم تظهروه. صدقوني